بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس. تحية السيدة الوزيرة وكل الإطارات المرافقة. لا يفوتني في انطلاق المداخلة متاعي باش نحيي الجهود المبذولة في الوزارة، وخصوصا من قبل قوات الأمن والجيش اللي يجتهدوا باش يوفروا المناخات المناسبة للنهوض بالسياحة التونسية. قلت المناخات المناسبة اللي هي في الحقيقة السيدة الوزيرة ما تقتصرش على المناخات الأمنية، احنا نحكيو عن مناخات متعددة الجوانب بيئية، وأساسا على المستوى التعاطي مع السياح والتعاطي مع المواطن التونسي. بالمناسبة السيدة الوزيرة، بصفتك عضوة في حكومة الوحدة الوطنية، في إطار المداخلة متاعي نحب نقول اللي يوقع في رحلة النادي الصفاقسي في اتجاه جربة كان عمل غير لائق وما يشرفش التوانسة وما يشرفش الحكومة هذه. وأنا في الإطار هذا بصفتك عضو في الحكومة تبلغ يعني احتجاجات كل أبناء صفاقس على المعنى هذا، وش يقولوا علينا السواح فريق عريق كالنادي الصفاقسي يعامل معاملة غير لائقة في البطاح. كيفاش تحب السياح يأمنوا على الرواحم وما يحسوا يعني الناس اللي في الأصل يكونوا مبجلين ومقدرين يشوفوا يتعاملوا بالمعاملة هذه. وأنا على كل حال في الإطار هذايا أتوجه بسؤال شفاهي، أطلب من السيد وزير الداخلية فتح تحقيق في هذا الجانب، وأتوجه إليه بسؤال شفاهي لمزيد التوضيحات وإعطاء وإنارة الرأي العام، وخصوصا الصفاقسية اللي يحسوا يعني بإهانة بالغة.